المفتاح اللي فتح باب غلط. أنا سلمى، طالبة في سنة تانية كلية، ساكنة في سكن مشترك مع بنتين. الحكاية بدأت لما رجعت يوم متأخر من المكتبة. الدور كله كان هادي بشكل مش طبيعي، وأنا طالعة السلم نور الدور كان بيقطع ويفصل كل شوية. ولما وصلت عند باب شقتنا لقيت مفتاح جديد متعلق في الباب مش بتاعنا. استغربت بس الفضول خلاني اخده. قلت يمكن حد وقع منه. دخلت الشقة نمت وانتهى اليوم على كده. لكن من هنا بدأت الحاجات تتغير. تاني يوم صحيت الصبح لقيت البنتين اللي ساكنين معايا كل واحدة بتسأل التانية: انتي رجعتي متأخر امبارح ليه؟ كنتي بتفتحي الباب اكتر من مرة ليه؟ لا، انا نايمة من بدري. الموضوع عدى، لكن انا كنت متأكدة ان حد استخدم المفتاح ده، او المفتاح ده فتح باب مش بابنا. الليلة اللي بعدها وانا خارجة اشتري حاجة كنت لابسة نفس الجاكيت اللي حطيت فيه المفتاح. وانا ماشية جنب العمارة اللي قدامنا حسيت اني ماشية لوحدي، بس في حد بيهمس باسمي. بصيت حواليا لقيت الدنيا فاضية، بس النور بتاع مدخل العمارة اللي قدامنا نور فجأة. قلبي وقع. المفتاح اللي معايا طلع من جيبي لوحده ووقع على الأرض قدام العمارة دي. من غير ما أفكر لقيت نفسي بدخل العمارة من بابها. الباب اتفتح، مش مدخل عادي، ده كان فيه كتب عليها من زمن تاني، مفيش صوت، ريحة تراب وريحة برد بتخبط فيا، كل حاجة لونها رمادي. في سلم لكن بينزل لتحت مش بيطلع لفوق. قلبي بيقولي ارجعي، لكن الفضول خلاني انزل واشوف في ايه. نزلت 4 درجات، سمعت صوت ناس بتتكلم بصوت واطي كأنهم قاعدين جوه، بس كان في صوت بيقول كل اللي دخلوا هنا المفتاح اختارهم بس محدش رجع. جريت عشان اطلع بسرعة، لقيت الباب اتقفل والصوت بقى بدأ يقرب. لما خرجت لقيت الشارع زي ما هو، بس في حاجة غريبة جدا. الساعة واقفة على الساعة 2:17 بالظبط، والمفتاح اختفى من جيبي. رجعت شقتي ملقيتش البنات، كل صورهم كل هدومهم كل حاجتهم اختفت، مش موجودة، وكأنهم ما كانوش موجودين اصلا. من يومها كل ما اعدي من جنب العمارة دي الباب يبصلي كأنه بيستناني، بس عمري ما لقيت المفتاح تاني. وانا عارفة ان اللي جاي مش مجرد صدفة.